تأثر بغياب بعض لاعبين أساسيين خاصة حسين سعيد وعلي حسين. رغم هذا يمكن أن نقول بأنه الشوط الأول كان شوط مثير، لعب سريع من قبل كلا الفريقين، ورغم بأنه معظم اللعب محصور في وسط الملعب، ولكن فريق الطلبة كان هو الأرجح من حيث تشكيل الخطوط على مرمى الزوراء. والملاحظ بأنه فريق الطلبة يركز تركيز أساسي على اللاعب هاشم الويض في وسط الملعب، وعلى اللاعب الدولي حارس محمد في الجناح الأيمن. وحارس كان بالفعل كان فعال وهيئ كرات جميلة لزملاء اللاعبين، وكان بإمكان عدنان حمد أن بالمناسبة بالرغم من بروز حارس إلا أنه كان من المهم عدم إشراكه بسبب إصابته بالإنفلونزا، هاي الملاحظة العامة. هي بس هو يعني رغم هذا يشكر على الجهد اللي قدمه خلال هذا الشوط، وأعتقد بأنه عدنان حمد كان بإمكانه أن يخرج من الشوط الأول ووضع بطاقة في مرمى الزوراء. إذن إحنا الآن نسعى أنه ننهي المباراة صالحنا عمليا. أكيد عمليا، ولا الجول ما يجي إذا مو بجهود عملية ما يتحقق الهدف. رائد، أنت كنت مفتاح الشوط الأول بالنسبة لخط وسط فريقك، كيف وجدت الشوط الأول؟ حقيقة الشوط الأول كان مستوى جيد وهجمات متبادلة بين الفريقين وفرص عديدة راحت. بس أنت كخط وسط يعني صراحة أنت سلمت المبادرة للطلبة ورا ربع ساعة. صحيح مخرج إبراهيم عبد النادر شيء تأثر الوسط، لكن إن شاء الله عوض بالشوط الثاني. إن شاء الله تكون مباراة جيدة ويرضى عنها الجمهور. عليه يعني احنا حصلنا على أكثر فرص 8 فرص هم فرصتين. عملية الضغط كانت أعتقد يعني هو الواجب الرئيسي للاعبين المهاجمين وخط الوسط كانت بشكل جيد. يعني شو تتوقع للشوط الثاني كعرض يعني كإداء أعتقد الفريق راح يرتقون ويقدمون أحسن، لأنه أكيد توجيهات المدربين هسه راح تاخذ مفعولها. يعني اللاعب هسه مستقر نفسيا أثناء الشوط الثاني، فأعتقد الإداء راح يرتفع بالنسبة للفريقين، والنتيجة ما نقدر نتكهن بها لأنه الفريقين يعني عندهم قوة هجومية زينة. مهدي ويدخل ميثم، والحكم يعتبر اللعب مشروع ويأشر العب. رائد يناول ويستلم، مناول